في فيديو جديد النهارده متميز مع الدكتور جمال الدبة، مع الخواجة تاكي. الخواجة تاكي برضو. كل الناس دي طبعا اللي هنشوفها في الفيديو انا ما اعرفش الصراحه هم عايشين، يعني ربنا يديهم الصحه ولا توفوا والله يرحمهم يعني ويسامحهم. بس فبحاول اجيب لكم يعني فيديوهات كده جديده. برضو ساعات بغيب عليكم والله، برضو الواحد ساعات بيتعب شويه، بيشوف له مصلحه شويه. بشوف لكم فيديو جديد نقدر ان انا اجيبه لكم برضو وانزله لكم من اخوكم المتواضع، وبحب اشوفكم دايما في جديد. ويا رب موسم خير على الجميع. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، وما تنسوش تصلوا على النبي، اهم من الشير والاشتراك في القناه. والله العظيم احلى حاجه كلمه صلي على النبي وانت تقول عليه الصلاه والسلام. بس هنشوفوا حمامتين مع الدكتور جمال الدبة ايام الغيه الجميله. غيه بتاع 5 بيبان تقريبا او 6 بيبان. بص الغيه علوها قد ايه. وهنشوفوا بقى حمامتين غزارات، وهنشوفوا اوض الطواير اللي كانت عنده، والطواير الجميله اللي عنده اسكنبول مثلا او بنايده او كسخنجيات او رواحنا. وكان في عادات اللي هي الغزارات او الصوافة على حسب اللي انتوا بقى اللي بتسموه. وحمام جميل الصراحه. وهنشوفوا برضو كام خواجه مع الدكتور جمال الدبة عندنا هنا في اسكندريه في حي الانفوشي عند حلقه السمك. طبعا الدكتور جمال الدبة كان راجل علامه، وصاحبه طبعا زي ما انا كنت منزل في الصوره طبعا الاستاذ مصطفى صالح طبعا بقى، وعم ناهد وعم سمير الظابط والله يرحمه عم ابراهيم منشيه طبعا بقى، وحنفي النقيب ونور الاطرش والخواجه زوزو وتاكي والخواجه برضو جورج. كل الناس دي هو طبعا حضرها وهم حضروه. هو ده عصر الجيل الذهبي، زي العصور بتاعت الكوره، اذا كان ريال مدريد او النادي الاهلي او الزمالك. طبعا في عصور احنا عارفينها في الكوره، يعني اللي هي عصور جميله اللي هو بيقول لك عليها دي العصور الذهبيه، مش هتتعوض تاني الناس دي. بس فبنحاول ان احنا نقدمه كل جديد ان شاء الله، او كل قديم نخلوه جديد معاكم. والحمد لله اللي هي بتيجي على قد كده. موسم تشميس سعيد ان شاء الله عليكم، وتهويه ورمي ليل او عصري يكون كويس. وان شاء الله يعني يبقى كويس. هي البشر ما تطمنش الصراحه في التشميس وفي التهويه، فربنا يستر. يعني في اسكندريه هنا وفي بحري هنشوف الدنيا هترسى على واحنا مع بعضينا برضو في غلو الكلفه اللي احنا بنسمعوه 14 جنيه و15 جنيه فول، والصفرة مش عارف برضه ب15 14. والحلو بياكل والوحش بياكل. فبدل ما بتتعب نفسك برضه في الفيديو الجميل بتاع الدكتور جمال الدبة معلومات مفيدة برضه، بدل ما بتكلف حمامك يعني اللي هو الوحش او الحلو، بتشيله زبل وبتطلع له الكلفة وتنزلها زبل وبتمزق له، يعني بتشربه بتشربه ميه وكده. فلو مش قد اللعبه ما تلعبش واطلع بره اللعبه. لو هي لعبه واحنا بنلعبه يعني، او هو ماتش كوره عندك حد مصاب وكده، ما تنزلوش وهو مصاب عشان ما تروحش وتيجي تاخده في الاخر وتقول انا ولا باخد ولا بدي، وفي الاخر كله من تحت الترابيزه بيطلع بقى. يلا كل واحد الله يسهل له. فعايزين موسم خير كده على الجميع. الناس اللي هتنش عصاري تنش، تسيب بتوع الليل بقى يرموا ويدوم فرصتهم. والناس اللي بترمي ليل برضو يحاولوا اللي هم يرموا برضو كده، نشوفوا مين الناس اللي شغاله برضو وتطلع قبل مننا برضو تاخد في المجال. هو كله ده طبعا اللي انا بقوله، يعني كنت عايز اعمل له فيديو لوحده ملوش دعوه طبعا بالحمامتين اللي هنشوفهم الجمال دول بتوع الزمن الجميل. في بنايده انا اول مره اشوفها الصراحه، وعامله شبه البلقه بس طبعا بنيجي يعني، بس الدبك تباشيري بتاعها او الدبك ابيض. انا الصراحه برضو ما بقتش اشوفها في السوق دي. وفي كام غزار كويس عند الدكتور جمال، والسكروتات والخضر والتدريات معرفش بقى. وفي بلق تقريبا بيض، وفي شقلباز ابيض جميل عجبني تقريبا شقلباز كامل هو.
وهتشوفوا بقى الطواير اللي عند الدكتور جمال برضو كوزارات وبلق ومساويد وبنايدة وروحنا. كل الحمام ده يعني الدكتور جمال اهو زمان كان فيه برضو يعني عادي، في شامي وفي بلق. ما هو البلق دي مكان الاستراليات يا جماعه. يعني حط مثلا مسوت، حط حلس، وحط بلق، وحط وزارات وطراطير وكركات وبنايده. في حمام بيغني عن الاستراليات اللي هي ام وش كده دي، عارفينها؟ بص وش قد ايه، عقلتين صوبع، نص عقله. الاسترالي يحترم، بس ايه يعني استرالي حلو، تكونه حلو، وشه حلو. مش هقول لكم انا ما عنديش استراليات، لا عندي استراليات وكده، بس حاجه تبقى وشها كويس، او مطرها كويس، تكوينها كويس، صندوقها مش ساقط مثلا، يبقى الفرد مور عشان يعرف يطير ويديك برضو استركاب، ويديك برضو ايه جمودية يعني طيران كويس. بس فقلنا ما نطولش عليكم، متنسوش تصلوا على النبي. اخوكم المتواضع وقناتكم المتواضعة، قناة